أهلا وسهلا بيكم. النهاردة أنا بكلمكم رغم الظرف اللي مريت بيه الصبح، وقعدت فيه لغاية المغرب. لأني لازم أكمل وأنا هكمل إن شاء الله. وعلى العكس أي حاجة بتحصل سواء مقصودة أو مش مقصودة، أو أي حادث عرضي أو متعمد أو غيره، ما بيخلينيش إلا إن أنا أبقى في حالة صراع مع الزمن، إن أنا أقول كل اللي عندي. فما تقلقوش، أنا ما بتهزش. المهم، النهاردة أنا عايزة أكلمكم في موضوع في غاية الأهمية خاص بالفيوم. آه الفيوم، الانترودكشن بتاعها لازم يبقى من خلال عدة محاور، علشان أقول لكم بقى فيما بعد الخبر الأهم والأجمل. لكن خليني أتدرج معاكم في بعض التفاصيل الخاصة بالفيوم الساحرة. الساحرة بمعنى مش سحر الطبيعة، لا، سحر التاريخ الذي يصنع مستقبلا. والمستقبل ده مش لمصر بس، المستقبل للعالم، العالم كله. بتقولوا ازاي؟ هقول لكم ان اسرار علوم الكون التي تكفل للكرة الأرضية بقائها وعدم فنائها موجودة في هذا الموضع الهام جدا، الذي أعتبره أهم شيء للبشرية، الكائن في الفيوم. فهاخد معاكم جزء عزيز من هذه الخزانة الربانية. هذا الجزء اسمه جزيرة القرن الذهبي، أو معشوقة الملك فاروق الله يرحمه. جزيرة القرن الذهبي، أنا عايزة أقول لكم حاجة وسر من الأسرار عن الملك فاروق والملك فؤاد ومن سبقوهم. هؤلاء ما كانوش بتوع من هواة الفسح والرفاهية زي ما انتم متخيلين، إنما كان كل خطوة بيخطوها لها مقصد ومأرب آخر. بمعنى رحلة الصيد بتاعة البط اللي كانوا بيتكلموا عنها بتاعة الملك فاروق، واللي كانوا بيرصدوها كل سنة، ونتج عنها مجموعة صور عظيمة جدا. واللي كان بيحط برحاله في هذا الموقع. كان هدف منها، وسبقوا قبلها الملك فؤاد ولما عمل أوبرج الفيوم وي كان الهدف منها هو موقع عزيز على نفسهم، يعلموا أن وراءه الكثير من الأهمية. وعلى فكرة مش الملك فاروق بس، ده حتى نهاية عهد الرئيس الراحل حسني مبارك في 2009 بدأ إدراك أهمية هذا الموقع. وكان فاروق حسني ادى موافقة في 2009. شفتوا يعني احنا كانوا يعني قبل الثورة بسنة، والثورة لم تمهلهم. ادى موافقة لعمل مسح أثري كامل لقاع بحيرة قارون. يبقى هم وصلوا اللي أنا هتكلم عنه. ومن هنا بدأ تقفيل الملف، يلا 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 قفلوا لهم الملف، فاهميني؟ ولكن إعطاء الظهر لهذه الأشياء الهامة التي تكمن فيها نقاط إنقاذ البشرية من الزلازل والكوارث، واللي فيها أودع أنبياء الله علومهم. فده إذا أنا مرت عليا كإنسانة أعلم ربنا جيدا، وأعلم أهمية نقل العلم ونقل المعلومة، فكان يجب علي أن أنا أتصدى لكم النهاردة وأحكي لكم. فنرجع لجزيرة القرن الذهبي. جزيرة القرن الذهبي اللي ظاهرة عندكم في الخريطة دهيت، الخريطة دي عملها فريدريش مالهام، يعني بيقول من 1835 ل 1840. بتلاحظوا هنا ان في معبد في النص وفي هرمين، ودول موجودين في جزيرة في ليك موريس اللي هي بقاياها بحيرة قارون زي ما انتم عارفين. وهذه هي جزيرة القرن الذهبي التي كانت مقصدا ذكيا للملك فاروق. فالهرمين دولت هتلاحظوا ان على قمتهم اعلاهم يوجد تمثالين. التمثالين دولت للملك
المفاجأة مش هقدر أقولها النهاردة، وزوجته في التمثال الآخر. وبينهم بعض بين الهرمين دولت يوجد معبد سمي في هذه الخريطة بمعبد حابي، بينما بقية الخرائط والوثائق سميته معبد المتاهة. وأيا ما كان هو، سواء كان معبد حابي أو معبد المتاهة، فهو شيء مهم. معبد حابي هو المنحوت المعني بالنيل، نيل مصر العظيم. أما المتاهة فهي المتاهة التي تحوي أسفلها مجموعة القصور الخاصة بالملوك الاثنى عشر. هؤلاء الملوك الاثنى عشر ذكرهم هيرودوت. كان الملك فاروق بيروح، لأن في أنواع كثيرة من الطيور المهاجرة اللي بتبدأ من شهر مارس حتى شهر نوفمبر، بتيجي لمصر من أوروبا. وهي من أندر أنواع الطيور، علاوة على ما اكتشف من 7 أحافير لهياكل حيتان قديمة وأشياء أخرى. ولكن الأشياء الأخرى حطوا تحتها كذا خط، لأن هو بهيمنته على هذه الجزيرة كان يعلن للعالم بطريقة ذكية أنه مهيمن على المعلومة التي تخص هذه الجزيرة. فهمتوني؟ وأنا في آخر الفيديو همر مرور كرام كده معاكم لصور من أعلى الجزيرة عشان تشوفوا المواقع المحتملة. الحاجة المهمة اللي أنا عاملاها واللي بنفرد بيها النهاردة هو صورة أسفل الجزيرة من واقع خريطة قديمة، متقوليش جبتها منين، فيها المعبد وشكل الهرمين وموقعهم وأطوالهم وتفاصيلهم من جوه. هنشوفها مع بعض ونهتم بيها في نهاية الفيديو. طيب، الاكتشافات اللي اكتشفتها البعثات الأثرية في آخر عهد مبارك كان في 2009. البعثة الأثرية المصرية التي عملت في جزيرة القرن الذهبي اكتشفت وجود خرطوش للملك العقرب من الأسرة صفر، يعني من عهد ما قبل الأسرات، من 3150 قبل الميلاد. واكتشفوا كمان مجموعة من الأساور الملونة اللي بترجع للعصر اليوناني والروماني. اكتشفوا مجموعة من الأواني الملونة اللي بترجع للعصر الفاطمي العصر الإسلامي. واكتشفوا مجموعة من العملات المعدنية التي تحمل اسم الملك الظافر، تعود لعصر الدولة الفاطمية، يعني تحوي الكثير من الأشياء الهامة. واكتشفوا آثار لإنسان ما قبل التاريخ. تخيلوا قدم هذه الجزيرة دي لو موجودة في أي دولة في العالم تبقى مزار رهيب رهيب جدا، مش محمية، مش جزء من محمية طبيعية ملغي دوره. عندنا كنوز نستثمر فيها، نعمل فيها مشروع يبقى وجهة للسياح، نحكي للعالم كله ان احنا عارفين تاريخ بلدنا، لان الاماكن الاثرية لا يجوز التي تخص جنسية لا يجوز استحضار او احضار غير ابناء هذا الموروث للضلوع والقيام بها. على العكس، هي لما تبقى مصرية 100% الموقع هيدر فلوس واقتصاديات رائعة على البلد. فده النظرة البعيدة والنظرة المهمة اللي بتساعد أولا بأول. المهم، أرجو أنكم تشوفوا الفيديو بتأني، وأشكركم وميرسي جدا على اهتمامكم ودعمكم ليا. مع السلامة. دي خريطة القرن الذهبي الجزيرة. هتلاقوا هنا الشكل في آثار معبد، أو الشكل بتاع الخريطة بتاعة المعبد واضح
من بعض الأحجار المترامية، يعني ده بنسميه archaeological site، بقايا موقع أثري هام. كما هنا ده موقع لنبش أو لعله أعمال البعثة الأثرية اللي كانت شغالة في المكان. وهنا في برضه آثار نبش لباطن الأرض وغلق للحفر اللي اتعملت. هنا برضه في بقايا، وفي زائد في بقايا آثار مواقع أثرية. في هنا ده رتش ناتج عن أحجار المترامية من جدران معبد. واضح كمان من نوعية الأحجار اختلاف الفترات الزمنية والحقب اللي حكماها، يعني من خلال الألوان هنشوف والتنوع هنشوف إن في حقب مرت على هذا المكان. تعالوا بقى نتوقع الموقع اللي فيه قمة الهرم. هنا بصوا دي مهمة قوي قوي، يعني دي واضحة جدا للعيان ان ده موقع اثري مفتوح ومفتتح. وهذا الموقع الجزء الاثري ده فعليا بتاع دهوت فيه مجموعة من الأحجار اللي هي قفلت على الموقع. تعالي نبص على بقايا الركام الناتجة عن انهيارات حصلت في الموقع الأثري، زائد عوامل التعرية اللي غطت على معالمه. وفي هنا آثار برضو لأعمال نبش في المكان، أو أعمال محاولة اكتشافه بصفة رسمية. اهيت هتلاقوا الشغل فيه كان كتير هذا الموقع. دي الخريطة بتاعت فريدريش اللي هي بتاعت 1835، اللي رسمة القرن الذهبي وفيها الهرمين، وفي المنتصف معبد المتاهة أو معبد حابي. وهتلاقوا التمثالين اللي في قمة الأهرامات موجودين فوق. وده الجرافير المعمول، دي نسخة موجودة في الفاتيكان أصلها لنفس الشيء، لنفس الجزيرة، جزيرة القرن الذهبي، وبينهم معبد المتاهة، وشرح كامل ليها. وإن الهرمين الزاوية أو ذا توينز بيسموهم توينز بيراميدز، فيهم في قمتهم يوجد تمثالين. أحدهما وهي المفاجأة يعتقد أنها لإخناتون، الأخرى لنفرتيتي. المكان هنا واضح للعيان تماما. هو مقصود به جزيرة القرن الذهبي لأنها جزيرة بتنتصف بحيرة موريس. دي ذا توين بيراميدز، وأدي الشكل التماثيل اللي كانت ارتفاعها 34 متر. تعالوا بقى نبص هنا على دي بقايا الجاي دلوقتي. هنلاقي بقايا هم هنا بيقولوا بقايا غرف والاستراحة بتاعت الملك فاروق، ولكنها في الحقيقة بقايا أثرية للمعبد، جدران المعبد اللي هو قعد ناحيته. وأشكركم.